سنقوم بعمل دائرة سحرية هكذا، ثم نسحب الخيط الخلفي إلى الأمام، ثم نمسك هذا الطرف ونرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3. ثم سنشتغل وسط الدائرة، نلف لفتين حول الإبرة، ثم نشتغل في وسط الدائرة عمود بلفتين، نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، نلف الخيط لفتين حول الإبرة، ثم نشتغل في وسط الدائرة عمود بلفتين هكذا، نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، ثم نرتفع ب1 2 3 سلسلة، وسنقفل بمنزلقة هنا في هذه الدائرة هكذا، نسحب، ثم نرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، ثم نلف الخيط لفتين حول الإبرة، ونشتغل وسط الدائرة غرزة عمود بلفتين، نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، يعني نسحب 3 مرات، نضيف عمود بلفتين آخر هكذا، نسحب 3 مرات من حلقتين، ثم نرتفع ب1 2 3 سلسلة، نسحب هذا الخيط قليلا لتتجمع الدائرة هكذا، ثم سنقفل الآن هذه البتلة بمنزلقة، ونرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، نسحب هكذا لتتجمع البتلات، ثم نلف لفتين، ثم نشتغل 2 عمود بلفتين وسط الحلقة، العمود الأول، العمود الثاني، ثم نرتفع ب1 2 3 سلسلة، نسحب الشغل هكذا، ثم سنقفل بمنزلقة هنا في وسط الدائرة، ثم نرتفع كالعادة، نرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، ثم نسحب. الآن نشتغل 2 عمود بلفتين، الأول، الثاني، ثم 3 سلسلة، 1 2 3، ثم نقفل كالعادة بمنزلقة. سنشتغل آخر بتلة، نرتفع ب3 سلاسل، ثم سنشتغل وسط الدائرة 2 عمود بلفتين، 1 2، ثم نرتفع ب3 سلاسل، ثم نقفل بمنزلقة في وسط الدائرة، ثم نسحب الخيط ونقوم
أعمل العقدة هنا في خلف الوردة بخيط البداية وخيط النهاية. هذا هو شكل الوردة. الآن سوف نضيف اللون الثاني. سنقوم بعمل عقدة بداية هكذا هكذا، ثم سندخل الإبرة هنا في هذا الفراغ ونسحب إلى الأمام، ثم نرتفع ب3 سلاسل. الآن سوف نشتغل فوق البتلات. لدينا 4 أعمدة. هنا في 3 سلاسل سوف نشتغل نصف عمود، يعني فوق كل عمود سنشتغل نصف عمود. هنا فوق العمود الثاني نصف عمود، فوق العمود الثالث أيضا نصف عمود هكذا، ثم آخر 3 سلاسل سندخل الإبرة هنا في الفراغ ثم نشتغل نصف عمود، وسنرتفع ب3 سلاسل 1 2 3، ثم ندخل الإبرة هنا في الفراغ في هذا المكان هكذا، ثم نسحب الخيط من الخلف بهذه الطريقة ونقوم بعمل منزلقة بهذا الشكل، ثم نرتفع ب1 2 3 سلسلة، ثم سنشتغل فوق 3 سلاسل، وهنا سنشتغل غرزة نصف عمود، ثم فوق العمود بلفتين نصف عمود، ثم العمود الثالث بلفتين نصف عمود، ثم آخر 3 سلاسل سنشتغل فوقها نصف عمود، يعني فوق كل بتل نشتغل 4 نصف عمود، ثم نرتفع ب1 2 3 سلسلة، ثم نأتي إلى هنا إلى الفراغ ونقفل بمنزلقة هكذا، نسحب، ثم سنرتفع ب1 2 3 سلسلة، وسنشتغل فوق كل عمود سنشتغل غرزة نصف عمود، 1 2 3 4، سأواصل إلى نهاية السطر. أكملت جميع البتلات ثم ارتفعت ب3 سلاسل. الآن سنقفل هنا في هذا المكان، سأدخل الإبرة هنا ثم سنقفل الوردة بغرزة منزلقة، ثم نقص الخيط ونقوم بإخفائه وتنظيفه. هذا هو شكل الوردة، جد بسيط وجميل